لو انت من أصحاب المعاشات يبقى الخبر ده علشانك. الهيئة القومية للتأمينات أعلنت إنها هتزود الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من أول يناير الجاي، والزيادة دي معناها إن المعاشات كمان هتعلى لأي حد هيطلع معاش بعد 1 يناير 2026. واللي هيستفيد من القرار ده أي حد هيوصل سن المعاش بداية من 1 يناير 2026، وأي حد هيخرج معاش في أي وقت خلال سنة 2026، وأي موظف تنتهي خدمته يوم 1 يناير 2026 ومعاشه يطلع أقل من 1755 جنيه هيترفع فوراً ل 1755 جنيه. وإيه هي الفئات بقى المستفيدة من زيادة الحد التأميني؟ كل من يبلغ السن القانوني ويخرج على المعاش بدءا من يوم 1 يناير 2026. جمال عوض رئيس هيئة التأمينات قال لمصراوي إن الحد الأدنى لأجر الاشتراك هيزيد من 2300 ل 2700 جنيه، والحد الأقصى من 14500 ل 16700، وده كله هدفه إن أجر الموظف الحقيقي يبقى متوافق مع معاشه بعد كده، يعني معاشات أفضل وضمان اجتماعي أحسن. كمان أعلن إن الحد الأدنى للمعاش من أول يناير 2026 هيزيد ل 1755 بدل 1495، والحد الأقصى للمعاش هيبقى 13360 جنيه بدل من 11600 جنيه. دلوقتي قول لنا معاشك بعد الزيادة هيوصل لكام؟